بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض كيك الشاي العادي. انا هعمله معاكم بالفانيليا بالدقيق العادي متعدد الاستخدامات. المكونات بتاعتي موجوده عندي في البيت. هنعمل مع بعض صينيه كيكه هشه وخفيفه وما فيهاش اي تكلفه. المكونات موجوده عندي في البيت. انا معايا هنا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه. هحط عليهم كوبايتين الا ربع من السكر. اهم حاجه يكون السكر مطحون. انا عايزه سكر ناعم ما يكونش حبيبات عشان ما يبوظليش الكيك بتاعي وتطلع مخرزه معايا. هاخد كوبايتين الا ربع من السكر. الكوبايه اللي انت هتعايري بها السكر واللبن والدقيق هتكون كوبايه واحده عشان يطلع المعيار عندك مظبوط ما تطلعش بايظه معاكي. هحط كوبايتين الا ربع من السكر. هحط عليهم معلقة حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا. هضربهم انا بالمضرب حوالي دقيقتين. لو بتضربها في العجان ما بتاخدش حاجة بس بالمضرب هي بتقعد حوالي 10 دقايق. انا مشغلة الفرن بتاعي من قبلها. انا قبل ما اجهز للكيك انا بشغل الفرن بتاعي احط عليها كوباية لبن. اللبن اكون مطلعاه من قبلها من التلاجة وعليهم نص كوباية زيت. احط انا نص معلقة سمنة. انت ممكن تستغنى عن السمنة بس انا بحطها بتديلها طعم. لو مش حابة انت تكتفي بنص كوباية الزيت. هحط عليهم معلقتين من الخل. الخل بيساعد على ان هي تكون خفيفة. واحط كمان نص ليمونة. الليمون والقشر البرتقال عشان زفرة البيض. بعد كده انا هحط كوبايتين ونص من الدقيق. نفس الكوبايه اللي انا معايره بها اللبن والزيت هعاير بها الدقيق. انا الدقيق نخلاه قبل كده بس انا هنخله تاني علشان تطلعي منه الفراغات وتطلعي منه الهواء. ده باكو بيكنج باودر هحطه كامل عشان تطلع خفيفه معايا وهشه. يا ريت اشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. هي ما بتغيبش في الفرن. هي بتقعد حوالي 25 دقيقة اللي في الصاج اللي انا هعمله. لو عاملاها انت في الصينية بتزودها انت 5 دقايق كمان. بس انا بحب اعملها انا في الصاج عشان تكون شكل بتاعة المخابز وبتكون خفيفة وما بتكونش مكتومة. هضربها حوالي 10 دقايق لغاية اللون ما يفتح معايا. انا بشغل المضرب على اعلى سرعة. ده كده شكلها اهو. لو حابة انت بتعملي العيار ده بتعمليه انت اخبطاه خبطتين على الرخامة عشان تطلعي الهواء والفراغات منها. بيكون فيها فقاعات كده على الوش بتطلعيها. ده كده الشكل بتاعها اهوت بعد ما طلعت. انت بتجربيها بتطلع ناشفة اهي ما فيهاش حاجة. قطعيها انت الاشكال اللي انت حباها. بحب انا اعملها في الصاج عشان تكون خفيفة ما تكونش مكتومة ويكون الارتفاع بتاعها حلو.
لو حابة انت تعملها في صينية، هو المعيار ده في صينية مقاس 28، الصينية المدورة. ده الارتفاع بتاعها اهو، طلعة خفيفة مش مكتومة. بتضغط عليها بترجع تاني اهي، اهي زي ما انت شايفة اهو.